سنة 1930 العالم كان بيواجه خطر غريب. في شوارع أوروبا صريخ الكلاب كان مالي الليل، وفي مدن أمريكا الجنوبية المزارعين بيصحوا يلاقوا مواشيهم ميتة بعد ما هجمتها خفافيش مجنونة. العلماء كانوا بيحاولوا يفهموا إيه اللي بيحصل، لكن الفيروس كان أسرع مما نتخيل. كان بينتقل من مدينة للتانية، من قارة للتانية. كل عضة كانت كأنها عداد بيحسب آخر لحظة قبل الانفجار، واللي اتصاب خلاص بيتحول لنسخة مجنونة من نفسه. الدول بدأت تفقد السيطرة، وفي أول سنتين بس أكتر من 500,000 كلب اتقتل في حملات إعدام جماعي. كانوا فاكرين إنهم كده بيحصروا المرض، لكن الحقيقة الفيروس كان بيتحور. خرج من الكلاب، دخل عالم الخفافيش، ومن هناك انتشر للراكون والثعالب والزربان. العالم كله بقى على حافة جائحة جديدة، جائحة قريبة جدا من الزومبي اللي بنشوفهم في الأفلام، بس المرة دي ما كانتش خيال. أهلا بيك يا بشري في حلقة جديدة من حلقات عمك الأميبا. حكايتنا النهاردة بدأت من زمان، من أيام الحضارة الفرعونية والبابلية، أيام ما كانش فيه حاجة اسمها فيروس. الناس كانت فاكرة إن الأرواح الشريرة بتدخل الجسم عن طريق العض، وإن المرض لعنة من الآلهة. بس وسط كل الغموض ده كان في مصطلح واحد بس كل الناس متفقين عليه: العضة بتساوي موت. عضة كلب، عضة ذئب، عضة حيوان مش مفهوم، النتيجة كانت واحدة: الإنسان بيبتدي يتصرف بغرابة، يخاف من المية، يصرخ، بعدين يختفي من الحياة. ومحدش كان فاهم إيه اللي بيحصل، لحد ما الزمن يمشي والعلم يتقدم، ونكتشف إن اللي كانوا بيسموه لعنة هو في الحقيقة واحد من أخطر وأذكى الفيروسات اللي عرفتها البشرية: فيروس السعار، الريبس فيروس. طب ازاي الفيروس ده بيخدع جهازنا المناعي؟ الطبيعي ان اي فيروس بيدخل عن طريق الدم، بيتلم عليه شويه اجهزه مناعيه وتتخلص منه في ثواني. بس الفيروس بتاعنا ما بيقعش في الغلطه دي. فيروس السعار بدل ما يدخل الجسم من الدم، بيدخل من طريق اسلك بكتير، اللي هي الخلايا العصبيه. الخلايا العصبيه خط واصل من مكان العضه للدماغ على طول، وهو ده هدف الفيروس. الفيروس بيمسك طرف العصب ويبدأ رحلة صعود بطيئة، وطبعا طريق طويل زي ده لازم له وسيلة مواصلات. والخلايا العصبية عندها وسائل نقل متوفرة وزيادة. جوه الأعصاب في طرق شبكية زي قضبان القطر بالظبط، وعليها راكبة وسيلة النقل اللي قلنا عليها: الداينين موتور. الداينين موتور ده وظيفته إنه بينقل الشحنات والمواد جوه الخلية العصبية. الفيروس طبعا هيلاقي وسيلة مواصلات جاهزة، هياخدها ويمر على الطريق من الطرف مرورا بالعمود الفقري ولحد ما يوصل المخ. الرحلة دي ممكن تاخد أسابيع أو شهور، وفي حالات نادرة جدا ممكن سنين. كل ده يعتمد على مكان العضة وقربها من الدماغ، أو حتى عدد الفيروسات اللي دخلت من الأول. بعد فترة طويلة المناعة أخيرا بتحس إن في حاجة غلط، فتبعت أقوى جنود عندها اللي هي التي سيلز. بس المشكلة فيروس السعال مش فيروس عادي. أول ما التي سيلز توصل، الفيروس بيغير البيئة حوالين الخلايا، ويخلي التي سيلز بدل ما تهاجمه تفقد قوتها وتموت نفسها. دلوقتي الفيروس وصل المخ، وللأسف انت هتموت. والفكرة إن العلماء لحد اللحظة دي مش فاهمين إزاي. المساحات على مخ المصاب أحيانا بتبين ضرر بسيط، مش كفاية إنه يسبب وفاة، وأحيانا ما بيكونش فيه ضرر أصلا. لكن المؤكد إن الفيروس خلص مهمته في الدماغ، وأول ما ينجح بيسيبه يمشي على باقي الجسم ويوصل للغدد اللعابية، وبيجهز نفسه للخطوة الأخيرة اللي هي ينتقل للضحايا جداد عن طريق العض. طبعا الموضوع يبان شوية إنه بداية الجائحة زي جائحة الزومبي مثلا، بس خليني أطمنك إن مفيش لحد دلوقتي ولا حالة مسجلة إن إنسان عض إنسان ونقل له السعار لحد دلوقتي. وللأسف مفيش علاج للسعار لحد دلوقتي، عشان كده هو أكتر فيروس قاتل على الأرض. بس هل دي النهاية؟ لا طبعا، لأن لحسن الحظ اللقاح موجود، بيجهز جهازك المناعي انه يتعرف على الفيروس من اول لحظة. وعشان كده دايما بنقول لاي حد يتعض من حيوان، خصوصا الكلاب، خد اللقاح فورا. مش عشان الجرح خطير ولا عشان الألم، عشان في مكان ما كائن خطير متربص منتظر اي هفوة منك عشان يرجع مجده اللي البشر يعتبر محو. بس كده يا بشري، دي نهاية حلقتنا النهاردة. متنساش تعمل لايك واشتراك، وبس كده عمك الأميبا ينصرف.